أسرع صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية. السلام عليكم. بعد الإطاحة بمانشستر سيتي في دور 16 من كأس العالم للأندية، قررت إدارة نادي الهلال تدعيم العادة الفنية للفريق بلاعب مكروه لجمهور الهلال، هو المهاجم حمد الله لاعب الشباب. صفقة الدولي المغربي كانت أسرع وأغرب صفقة في تاريخ الدوري السعودي، لأن إجراءات إتمام الصفقة كانت معقدة جدا، والسبب هو أن موعد سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي لم يفتح بعد، مما أجبر مسؤولي الهلال بتقديم طلب عاجل للقائمين على الكرة السعودية من أجل تقديم موعد سوق الانتقالات ليتمكن حمد الله الانتقال للهلال، وكذلك تسجيله ضمن القوائم النادي للمشاركة في مونديال الأندية. لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق وساهم في تسريع إجراءات هذه الصفقة، يعني حركة تحتسب لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم. حمد الله رسميا لاعبا للهلال، وسيكون الخيار الأول للمدرب إنزاغي بعد غياب ميتروفيتش وإصابة سالم الدوسري. فرغم كره الجماهير للاعب، لا بد الآن من مساندته لمصلحة الفريق الذي سيلعب ضد فلومينيسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية. من لاعب مكروه إلى لاعب ربما سيكون المنقذ. في رأيك، هل ستكون صفقة حمد الله مع الهلال ناجحة، أم أن اللاعب سيبقى مكروه للأبد؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.